ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عنها ازاي ان احنا ناخد الريكويرمنتس بقى من العميل، بعد كده نحولها لبلان حقيقيه، نطلع منها كذا حاجه. نطلع منها البلان دوتين دي، بعد كده نطلع منها كمان الاي ار جي اللي هو هيكون داتابيز سكيما للداتابيز كامله، ونقدر ان احنا نتخيلها كمان على موقع اسمه dbdiagram.io، ونطلع منها كمان use case سيناريوز. الفيديو ده مش هيكون فيديو واحد بس، هو هيكون متقسم لأكتر من فيديو، نعمل مثلا 2 ستيبس في كل فيديو يعني. وطبعا اللي هيساعدنا في كتابة البلان وال ERG وكمان use case scenarios هو هيكون يا إما كلود يا إما تشات جي بي تي. بس في حالة الفيديو بتاعنا فاحنا هنستخدمهم الاتنين، علشان بس اللي بيستخدم كلود لوحده يبقى يعرف الطريقة ازاي، واللي بيستخدم تشات جي بي تي لوحده يبقى عارف الطريقة ازاي. ونشوف كمان ايه الفرق ما بينهم هما الاتنين في البلاننج، لاني بصراحة برجح الشات جي بي تي في البلاننج، بس حاليا انا بقيت بستخدم كلود بطريقة كبيرة جدا. فتعالوا نشوف كلود في البلاننج هيكون عامل ازاي. في الفيديو ده انت المفروض ان انت بتقدر تعالج المشاكل دي بدل ما تاخد الريكويرمنتس على طول، بعد كده تروح على كود، وبعد كده تشوف ان الداتابيز بتاعك الديزاين بتاعها نص مشكل، او انك تروح مثلا على طول على الاي اي ايجنت وتجنريت الكود، والكود ده هيكون مش اللي انت كنت عاوزه. هو شغال ممكن بس ما طلعلكش النتيجة اللي انت كنت عاوزها اصلا. ودي مش بس السبيسيفيكيشن، دي كمان البرومبت عليها عامل كبير جدا، والكونتكست اللي انت بتديله. وتالت حاجة بقى، امتى بقى لما يجيلك فيتشر جديدة مثلا كمان 3 شهور، ما تبدأش انت تعمل كل البروسيس دي من الأول، لأ انت يكون عندك حاجات تقدر تعتمد عليها بعد كده في إضافة الفيتشرز بتاعتك. حل بقى للكلام ده كله إن احنا نعمل بلان ام دي. البلان ام دي ده هيكون فيها كل سبيسيفيكيشن مع الرولز مع الفيتشرز مع الفيزابيليتي رولز مع ال API endpoint، وايه كمان ال out of scope boundaries عشان ال AI مطرحهاش خالص أو حتى ما يجيش جنبها. تاني حاجة كمان احنا هنعمل ERG، وده هيكون فيه كل database schema اللي احنا ممكن نعملها بشكل مباشر جدا على طول في المايجريشن. اي نعم احنا ممكن نعدل بعد كده عليها، ولكن الفكرة كلها ان احنا عندنا بيز نقدر احنا نمشي عليه. بعد كده هنعمل اللي هو use case. ساعتها احنا ممكن نحول الاكتور بيز سيناريو ده بحيث ان هو يكون فيجوال عن طريق بقى مثلا ميرميد، عن طريق مثلا HTML، تخلي ال AI generate حاجة كده حلوة كده تقدر انت تعملها visualize ليها. بعد كده احنا ممكن بقى نعمل feature breakdown موديول باي موديول. مثلا ايه، احنا عندنا موديول 1 في basics او foundation بتاعت البروجكت، تمام. موديول 2 وهكذا. عندنا مثلا الموديول بتاع المانجر، عندنا الموديول بتاع الديفلوبر، عندنا الموديول بتاع الكلاينت وهكذا. فاول ستيب معانا ان احنا هنعمل prepare للانبوت. بكل بساطة انت بيجيلك الريكويرمنتس ازاي؟ ما بقاش حد بيدي لحد دوكيمنت في ايديه كده بيقول له دي الريكويرمنتس الا قليل جدا، هو يعني ناس محترمة جدا اللي بتعمل الحوار ده، تمام. عامة الrequirements بتاخدها على أساس إن هي مثلا تكون plain text، حد بيبعتلك مثلا في إيميل، بيبعتلك في واتساب، بيبعتلك whatever عن طريق أي حاجة، سلاك مثلا ديسكورد ولا whatever. بيبعتلك voice notes مثلا على الواتساب، أو أنت بتضطر إن أنت تعمل ميتنج، ومن جوه الميتنج أنت يا إما بتعمل نوتس جوه الميتنج أنت اللي بتاخدها، أو بتعمل ترانسكريبت بعد كده للميتنج كله عشان تبدأ أنت إيه تجمع الريكويرمنتس بتاعتك. أنا عامل اوريدي يعتبر ريكويرمنتس. الريكويرمنت ده هيكون ريدمي، ده هيكون مساعد لينا يعني في إن احنا نخلص الكلام ده بسرعة بدل ما ناخد وقت في إن احنا نكتب ريكويرمنتس. الرو انبوت ممكن تكون بالشكل ده مثلا، ده بشكل simplified خالص، وليكن مثلا ان العميل جالي وقال لي ان انت عندك الحاجات دي كلها. طب ايه الحاجات دي؟ والله هو مثلا بيقول لي build a project management platform for developer teams. عندنا 3 rules، عندنا developer ومانجر وكلاينت. فده التلخيص بتاعك، يعني ده المفروض هو يكون تلخيصك انت، مش ال requirements اللي انت بتاخدها. معظم ال requirements اللي انت بتاخدها بتكون عن طريق voice notes او meetings، فده لازم يكون تلخيصك انت، بحيث إن أنت تقدر تدّيه لمين، تدّيه للAI. بتكتب هنا مثلًا الrule بتاعتك، الdeveloper ممكن يعمل إيه، الplan tasks مثلًا إذا كان daily أو weekly، write progress report، وهنا upload evidence مثلًا زي screenshots أو videos على اللي هو عمله كfeature يعني.
المانجر يقدر اللي هو يcreate project، assign task، approve reports اللي هي بتصل لمين؟ للclient. controls what client see. use AI to summarize reports. طبعا هو عشان مياخدش كلام وقت كتير في إن هو يعمل الحاجات دي كلها، فكل حكاية يروح يتشات مع ال AI يطلع له إيه؟ الريبورتات اللي هو محتاجها. يقدر إن هو يشوف ال approved report only. الsubnet changes requirement، يقدر اللي هو يبعت changes مثلًا محتاجها هو على الapplication اللي عنده، أو feedback مثلًا، أو whatever الrequest اللي عنده. ممكن يكون عاوز أصلًا يعمل feature جديدة في الapplication، فأنت طبعًا هتحوّل الكلام ده لinternal detail زي task schedule delay and backlogs. بس كل التاسكات دي بتتحط فين؟ بتتحط في backlog، مش بتشتغل بيها على طول إلا لمّا يكون عندك وقت ومساحة إنك تعملها يعني already في الapplication، مش مجرد إيه، هي feature فالمفروض أنت تنفذها على طول يعني. الAI does not create a new info. هو مش بيقدر اللي هو يcreate الinfo، ولكن هو بيقدر اللي هو يرتب الحاجات اللي كتبها developers قبل كده، تمام؟ فإذا الreports هي بتكون مبنية على إيه؟ بتكون مبنية على الdocumentations اللي الdevelopers هم بيرفعوها، بيقولوا مثلًا فيها الprogress بتاعهم في الfeature دي قد إيه. الout of scope بقى، أنا ما عنديش في الsystem ده billing، ما عنديش contracts، ما عنديش HR، ما عنديش developer performance analysis، ولكن ده ممكن إحنا نضيفه في المستقبل، إن هو يبقى عندنا نشوف إن الdeveloper هو الperformance بتاعه هو بيقل والّا يزيد على مدار الشهر يعني. الAI decision making، طبعًا الAI هو ممنوع هنا إن هو ياخد أي decision، هو بس بيعمل تلخيص وreport. حتى لو أنت معاك document file بشكل كامل، مثلًا إن أنت تحط الdocument file كده من غير ما تعمل له validation، من غير ما توضح للAI أنا عاوز أعمل إيه، لأ أنت كده بتعمل مشكلة جامدة جدًا، لإن أنت ما عملتش boundaries للAI. ليه بقى؟ الcommon mistake أصلًا إن الAI ممكن تدّي له too much text without telling what output format، إيه الoutput اللي أنت محتاجه. حتى لو أنت معاك document زي اللي معايا كده، حاطط فيه كل حاجة تخص الproject، وما تبعتش الdocument تقول له إيه give me analysis، لإن هو already هو مش عارف إيه الoutput format اللي أنت عاوزه، تمام. إن الmistake ده بيحصل بين الناس كلها، إن AI too much raw text without telling it what output format. يعني أنت بتدّي الAI text كتير من غير ما تقول له أنا عاوز الoutput format بتاعي يكون إيه. لإن الAI هو كويس جدًا في إن هو expansion، إن هو يوسّع لك المواضيع ويخلّي لك كتير أوي، ولكن شُغلتك هنا بقى إنك يا إمّا بتحلّل الrequirements بتاعة العميل، أو بتعمل حاجة plan ليك عشان إنك تconstrain الAI، إن تخلّيه مُقيّد بحاجة معيّنة. فإحنا مثلًا إيه، هنخلّيه دلوقتي مُقيّد بإن هو يعمل generate لplan.amd. فهناخد الprompt الجميلة دي وهاشرح لك إيه الprompt دي بتعمل إيه. خلّينا كده نيجي كده عند ChatGPT، نقول له هنا إيه، إن أنا باعمل build للproject management platform. أنا كده بادّي له الcontext في الأول خالص، ودي الrequirements بتاعتي. هابدأ إن أنا أضيف له الrequirements. بعد ما ضِفت له الrequirements، هاقول له هنا بقى generate a plan MD with exactly these sections. باقول له فيها هنا بقى إيه، الproject overview لازم يكون مجرد من 3 ل4 sentence بس، ما تحطش sentence كتير كoverview. الtech stack في حالتنا طبعًا هيكون Laravel 13 PHP 8.3، هيكون MySQL أو Postgres، والأحسن إن أنت تحدد له حاجة من الاتنين، ما تعملوش or. الfront end decoupled، تمام، أو هو كمان هيكون consuming API React، وهيكون consuming API. هنا في الAI هتستخدم حاجة اسمها present PHP، مش هتستخدم Laravel AI SDK، لأن دلوقتي Laravel هي بتدعم إن أنت تشغّل جواها أي agent، أو ممكن تعمل أصلًا agent جواها، أو ممكن تعمل chatbot والحاجات دي كلّها، ولكن أنا مش عاوز أستخدم AI SDK، أنا عاوز أستخدم present PHP. بعد كده هنا هتستخدم
في الاوثرايزيشن وفي الاوثنتيكيشن لارافيل ساكتم، وهنا سباتي بريميشن. الايجنتك هتستخدم لارافيل بوست، وطبيعة الحال هو هنا مكتبش كوبايلوت، فهنكتب هنا مثلا ايه جيت هاب كوبايلوت. ممكن كمان نستخدم معاه open كود. الاركتكتشر بتاعه هو هيكون سيرفيس لاير بالشكل ده، كنترولر، سيرفيس موديل، نود دي تي اوز عشان هو ساعات بيجنريت دي تي او. هنا اليوزر رولز طبعا بقول له انت لازم تخلي الفورمات يكون تيبل بالشكل ده، رول وانا كان دو وكانت دو، اللي يقدر يعمله واللي ما يقدرش يعمله. هنا بقى انا عندي حاجه اسمها feature breakdown organized by modules. مثلا هنا عندي ال auth وال rules دي كده موديول، البروجكت ده موديول، التاسك والبلاننج دول موديول، التايم مانجمنت موديول، وهكذا. اعمل له حاجه هنا برضو تانية اسمها data visibility rules، اللي ممكن تكتبه بشكل واضح يكون قادر اللي هو يتشاف عن طريق الرول دي، واللي ممكن ميكونش قادر اللي هو يشوف الرول دي. هتقولي ايه الفرق بينها وبين ال user rules and permission؟ لأ، دي بيجنريت الrules and permission عشان تقدر انت تكتبها جوه spatty permission، تمام. ولكن دي حتة business شوية، ان انت ممكن تلعب فيها شوية، يعني مثلا تبقى دي constraints غير الrules بتاعت permissions يعني. وهنا بقى انت بتكتب ال AI scope بشكل واضح جدا، لانك لو لخبطت في اي حاجة هنا انت كده خلاص خليت ال AI يعمل لك اي حاجة. فال AI بيعمل ايه هنا، وايه الداتا سورس اللي هو بيقرا منها، وايه الداتا سورس اللي هو ما يقدرش يقرا منها. لان هو ممكن ياخد الاستيميت الانترنال تايم ويحطه في الاستيميت الكلاينت تايم، فدي مشكله كبيره جدا. الاوت اوف سكوب لازم توضح اللي بيعمل لك بلان وات ايفر كلود ولا تشات جي بي تي، تقول له ان خلي بالك ما تجيش ناحيه السكوب ده، ما تجيش ناحيه مثلا ايه الحاجات اللي خاصة بيه، مثلا ال HR الكلام ده كله. فاحنا ممكن هنا نروح نقول له ايه البيلينج ال HR او ال AI decision making، نحطه له هنا كده كمثال مثلا، تمام. بس احنا كده كده اصلا قايلينها، فهو مش محتاج اللي هو تقولها تاني، يعني احنا كده كده قايلينها جوه البرومبت بتاعنا او جوه requirements يعني. وهنا مثلا ال API endpoints overview طبعا هيكون grouped by module، يعني مثلا في الأول خالص هيكون projects، بعد كده هيكون عندك tasks، بعد كده هيكون عندك time management، كل ده هيكون ايه في ال APIs بتاعتهم. هتكتبهم بالفورمات التاني اللي هو هيكون method، بعد كده slash pass، بعد كده description، بعد كده ال auth required ايه بالظبط. ممكن كمان تكتب كمان ال authorization requirement، يعني دي حاجة ممكن تضيفها. الرولز بقى اللي هو لل AI اللي بيجنريت ليك البلان MD ده no fluff، يعني من غير حشو كتير. اكتب كل section must be actionable. ليه بقى؟ لأن developer should build from this. خلي بالك إن هو دايما لازم تديله reason، يعني هو أنت بتقول له ما تعملش حشو كتير. طب ليه؟ طب أنا مش فاهم هو حشو هنا يقصد بيها إيه؟ يقصد بيها إن هي تكون actionable من ناحية إيه بقى؟ من ناحية إن الديفلوبر هو لازم أول ما يقرا ده هو يقدر يفهمه، ويقدر اللي هو إيه يشتغل على أساسه، تمام. خلاص، يبقى أنا كده إيه فهمت الكونتكست كامل بتاعك. ما تقوليش كلمتين وتقول لي ايه اصل هو الاي اي بيخرف معايا. لا، هو الاي اي هو مش بيخرف، هو كل الحكايه ان انت ما عطيتلوش المعطيات اللازمه. This is a specification not marketing document. خلي بالك ان هو ساعات بيكتب ايه لك انا هعمل لك حاجات جامده جدا والكلام ده كله، وان هو كانه بيسوق للابلكيشن بتاعك. فلا، انا مش عاوزه يسوق، انا عاوز ان هو يكون واضح جدا ان دي specification، حتى لو فيها عيوب لازم تكتبها. Be explicit about boundaries. what is in and what is out. يعني ايه اللي موجود جوه عندي في الابلكيشن وايه اللي مش موجود. ما تكتبليش حاجات انا مثلا ممكن اقترحها لك، لا ما تعملش الكلام ده. we don't do this here. تمام. طيب انا هنا اخدت نفس الفكره، نفس كل حاجه انا عملتها، وانا برضو زي ما انت شايف انا هنا على ال thinking mode وال extend، وانا برضو ايه على thinking mode بتاع sonnet.
فليه أنا ما رُحتش على Opus لإن بكل بساطة أنا مش مشترك في ChatGPT Pro وOpus بالنسبة لي تقريبًا هو بالنسبة لChatGPT هو ChatGPT Pro تمام، فأنا عشان طبعًا إيه، ناس على قد حالها فيا دوبك بتدفع الاشتراكات الAI بالعافية، نعمل كده إيه، آآ Enter وهنا كمان نعمل له Enter ونستنى النتيجة بقى. أنا بقى من الناس اللي مهووسة جدًا بإن هي تشوف هو بيsync إزاي. فلو لقيت حد شبهي يا ريت حد يقول لي، عشان أنا بصراحة حاسس إن أنا weird أوي لمّا أنا باشوف الAI بيفكّر إزاي. أنا شايف هنا إن claude حتى وأنا حاطط الextended thinking المفروض هو بدأ يكتب على طول، يعني هو بيقول لك أنا هاشتغل على front end skill وبعد كده قال لك لأ، ده markdown document فمش محتاج front end skill فخلاص كده بدأ اللي هو يكتب على طول. فأنا مش فاهم هو ليه بدأ يكتب على طول، المفروض هو يفكّر شوية حتى. أمّا هو هنا ChatGPT تقريبًا بقى له دقيقة بيفكّر، هو هنا بيقول لك إيه، أنا هcreate plan وبعد كده هنا بيقول لك generate accept section exact section to create plan. فأنا شايف إن هنا إن ChatGPT هو كده خلّص، شايف إن هنا ChatGPT ممكن يكون بيفكّر أكتر، وممكن يكون النتيجة بتاعته أحسن يعني. فعشان كده أنا باقول لك ChatGPT هو أحسن في الحوار بتاع إن هو يplan، ولكن الله أعلم بقى إيه مع كتر التفكير ده هل هو hallucinate في النُص والّا لأ؟ بس زي ما أنت شايف كده، هو هنا بيقول لك الplan AMD AI powered task and project management platform. هنا كتب حبة حلوين، يقول لك هنا back end driven project management platform built مش عارف إيه software teams. كتب الtech stack جميل. هنا بيقول لك الdatabase أنا اخترتها تكون Postgres primary review and iterate. Never accept first output, check these things. الvisibility، الAI scope، الoutput، الout of scope، الtech stack، الحاجات دي كلها. أنا شايف إن هو هنا إيه بوّظ الدنيا شوية. أنا كنت عاوز اللي هو MySQL وهنا قال لي إن هو MySQL supported، فمش عارف يمكن عشان هو شايف إن هو في هنا rag فهو قال لك إيه depend على إن هو في rag فهاشتغل بPostgreSQL. مش أحسن حاجة، بس أنا ممكن أعدّله وأقول له مثلًا لأ، يعني الMySQL هو الPrimary والPostgres هو الsupported، ولكن يعني تعديل زي كده خفيف مش شرط إن أنا أخلّيه كprompt للAI يعني تاني. وده هنا لسه بيكتب، هو خلاص كتب، وطبعًا بيقول لي هنا أنت ممكن تعمل له download. بُص هو كاتبها لك زي ما هي بقى، أنت هتدوّخني ليه؟ tech stack زي ما هو، مش هاختار implementation constraints API first backend authorization must be enforced server side user rule rule can do cannot do. حلو أوي. كان المفروض هو يعملها كlist بس ماشي، ما فيش مشكلة. أنا ممكن أقول له مثلًا والله الformat ده مش عاجبني خلّيها لي مثلًا emoji format والّا حاجة زي كده، بس it's okay يعني create a daily مش عارف plans الكلام ده كله. يعني أنت لو تقراه أو تخلّي الAI يقراه لك برضه شغال، يعني هو كمان عامل فواصل كمان. الauth and rules session based API authentication using sanctum tokens. هنا مقسّم كل feature breakdown الauth، الproject، الtask planning، الtime، نفس الكلام اللي أنا قُلته له. بس أنت طبعًا لازم تقرا بالتفصيل بقى وتراجع وراه وتشوف إذا كان صح والّا غلط، يعني نفس الحاجة اللي أنت كنت متوقعها أو العميل بتاعك متوقعها أو لأ، ممكن كمان تدّيه للعميل بتاعك تقول له مثلًا اقرا ده كده وشوف إيه رأيك فيه، هل هو صح والّا غلط؟ يعني أو لو الmanager بتاعك برضه قُل له الكلام ده كله صح والّا غلط. ممكن تكتبه بشكل أنت أحسن، تقول له مثلًا بُص أنا كتبت لك الdocument ده وقُل لي الكلام ده حلو والّا لأ. ممكن تعمل له فيه visualize مثلًا، تقول له مثلًا إيه والله بُص أنا عملت لك HTML كده حلوة بُص عليها مثلًا، حُطّها له على GitHub sites وابعتها له كlink. قُل له مثلًا إيه رأيك في الكلام ده؟ هل ده اللي أنت عاوزه والّا لأ؟ بس كده.